معلش الثقة والموضوع والكلام ده كله. يلا بداية بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في التعليم المدني مؤتمر غير المؤتمرات. المؤتمر النهارده حاجات جميله ان هم فعلا بنشوفهم في الطيارات كده وبيبقوا فخر لينا وبنبقى اصلا بنستند عليهم في حاجات كتير. معايا حضرتك عرفينا مضيفة ايه والطقم بتاعكم والزي بتاعكم اصلا شكله جميل. عرفينا، عرفوا نفسكم. أميرة عيسى عبد السلام من المنصورة. بلديات احنا من المنصورة. اتفضلي. دانا أستاذ من فلسطين مقيمة في القاهرة. تيسير عبد المنعم من السودان مقيمة في القاهرة. دنيا كريم مقيمة في الشربين ومتخصصة الدهجة. حضرتك؟ هاجر محسن مقيمة في القاهرة أكاديمية النجم الصادق. يعني معنى كده ان المؤتمر شامل افريقيا كلها بوجه عام. انتوا بتمثلوا ايه بالظبط؟ لا انا فاهمه ان حضرتك لا بتمثلوا الهيئه اللي انتوا تبعها. الهيئه كلها ايه؟ برايت ستار. برايت ستار النجم الصادق. حضراتكم وانتوا راكبين الطياره كده بتفتكرون انتوا بتقدموا خدمه للمواطن محتاج لكم وتحكوا للناس ازاي شغلكم وازاي انتوا بتبقوا فرحانين فيه وازاي بتضحوا بحاجات كتير عشان العمل. صراحه جدا الكابتن كروز عامل اساسي على الطياره. هي بتبقى المنقذ، هي اللي بتساعد الموجودين، هي اللي بتقدر تفهم كل شيء. يعني الكابتن عنصر اساسي على الطياره. لا وبتسافروا دول كتير وبتضحوا بوقتكم على ناس كتير. انا حابه اوضح لحضرتك ان احنا لسه حضرتك شرفت معانا. احنا بس لسه في مرحله ان احنا بنهيئهم ان هم يكونوا مضيفين. هم لسه في مرحله التهيئه والاستعداد. يعني انتوا وقت التدريب وكسب المهاره بخروجهم لسوق العمل. بالظبط. والنهارده المؤتمر ده زي ما يكون حمله نجاح او حصيله النجاح بتاعتكم. بالظبط كده. حضرتك احكي لي واحكي عن طاقم الفريق بتاعك وانتوا ممثلين دول كتير. ده شباب الوطن العربي من كل دوله عندنا طالب. احنا مهمتنا ان احنا نهيئهم ان هم يكونوا واجهه مشرفه لبلدنا والبلد على حسب كل واحد منهم هو جاي منين. الستايل بتاعهم شيك بالظبط. حتى الدقه في اللبس ما شاء الله عليهم. هم ان شاء الله هيطلعوا مضيفين رقم واحد. دول اللي هيشرفوا مصر. وهم الوقت مش بيمثلوا مصر بس، ده بيمثلوا دول كتير. معنى كده ان هم دوليين هيتعاملوا في دول كتيره. عرفينا بالفريق بتاع حضرتك. محمد ابراهيم. حضرتك منين؟ السودان. من السودان. السودان اهالينا. وحضرتك؟ القاهرة. مدام محمد. وحضرتك؟ عمر عثمان من السودان. السودان؟ يعني مصر والسودان وفلسطين والدول العربية. احنا بنقول النهارده في وحدة اقتصادية. معنى ان حضرتك فريق العمل اللي بيدرب من مصر وبتدربي فريق عمل بره مصر، دي حاجة تتحسب لحضرتك لان انت بتلمي بشخصيات من خارج البلد. اكيد لغتهم غير، اكتسبت انت مهاراتهم ولغتهم. طبعا. وانا عندي جروب قبل كده. بليز يا شباب تعالوا. ده الجروب اللي قبليهم على طول. شباب زي ده الفريق الاول اللي اتخرج امام حضراتكم. لسه ما اتخرجش، فاضل لهم حاجات بسيطه وان شاء الله يتخرجوا ويخرجوا سوق العمل. طيب شروط الالتحاق لكم ايه والنظام ايه؟ وعشان كل واحده كده هتشوفكم الوقت على الاول عايزه تبقى مضيفه تتواصل وياكم ازاي؟ بتقدم على بتبعت لنا رساله على صفحه الفيسبوك او الارقام الموجوده على صفحه الفيسبوك وبنقول لها التفاصيل كلها وازاي تشترك معانا وازاي تخش في الجروب. محتاجين شويه. يبقى في اختبارات اكيد عشان انتوا تقبلوها. يعني